السلام عليكم واهلا بيكم في حلقه جديده من رشه كوره. انتهت الجوله الاولى من دور المجموعات في كاس عالم قطر 2022. باختصار كده نظره مبدئيه في ثلاث منتخبات بيقولوا ان احنا جايين ناخد البطوله، جاهزين جدا للبطوله، في اعداد، في كوره في الملعب. انجلترا، فرنسا، اسبانيا، في اربع منتخبات من الكبار. ما اقدرش اقول ان هم مش جاهزين وما اقدرش اقول ان هم في التوب فورم بتاعهم. برازيل، بلجيكا، البرتغال، آه، هولندا. الأربعة دول كانوا مش حاسس بيهم قوي في ماتشاتهم. ما حققوش نتائج مبهرة بالنسبة لي. كانوا ممكن يعطلوا عادي جدا جدا جدا، بالذات بلجيكا والبرتغال. تمام. في بره الناس دي، في المنتخبات اللي هي بقى باقي الماتشات، باقي الصفوف الثانيه والثالثه، في خمس منتخبات نقدر نقول إن هم طلعوا بالحد الادنى للمكاسب. تمام. بولندا، تونس، المغرب، ويلز، كوريا الجنوبيه. الناس دي طلعت بحد ادنى للمكاسب، ولكن في ثلاث منتخبات طلعوا عملوا يعتبر اللي هم مفاجآت البطوله. طبعا اولهم السعوديه وفوزها اللا منطقي على الارجنتين. فوز اليابان على المانيا طبعا. فوز الاكوادور على قطر. تمام. دول حققوا اعلى من الطبيعي، حققوا اعلى من المتوقع بتاعهم. دول الله اعلم ايه اللي هيحصل، هل هيكملوا على نفس المستوى اللي قدموه في الجوله الاولى. تمام. لكن دول بصراحه، دول اللي هم يعني ايه، اللي عملوا البوم بتوع البطوله. الافتتاح كان قطر والاكوادور. الاكوادور عملت البوم في الاول لما كسبت قطر في ملعبها وسط جماهيرها. بالمناسبه الاثنين في نفس المستوى، فبالعكس قطر معاها عامل الجمهور والملعب. فالمفاجاه كانت غريبه شويه، الخساره بتاعت قطر كانت غريبه شويه. اليابان والمانيا قريبين من بعض. المانيا مش مرشحه من قبل البطوله، وانا اصلا ما اعرفش مين اللي رشحها اساسا. الناس كلها بترشحها ليه انا ما اعرفش. حتى كانت حاطينها اول مجموعه، لان حتى قرعه كاس العالم كانت هي في التصنيف الثاني مش الاول، عشان كده حتى اتواجدت مع اسبانيا. فهي المانيا هي التصنيف 11 على العالم دلوقتي. اخر بطولات قاريه سواء دوري اوروبيه، يورو، كاس عالم، هي مش متواجده تقريبا بشكل قوي. فهي طبيعي ان هي هتحصل، كانت هتحصل مرازيه مع اليابان. هتحصل خناقه بينها وبين اليابان على اللي هيصعد من المجموعه دي مع اسبانيا و... واليابان. لكن المفاجاه كانت ان اليابان كسبتهم. لكن المستوى بين الاثنين كان قريب نوعا ما من بعض حتى قبل الماتش. تمام. ده اقصى اعلى مكسب لليابان طبعا، يعني مكسب كبير جدا جدا جدا. خلى المانيا تلبس في وش اسبانيا الماتش الجاي. واحد منهم واحد منهم المانيا لازم محتاجه تكسب اسبانيا. ده طبعا برضو امر صعب. لكن طبعا كبرى المفاجآت كانت السعوديه وفوزها لا منطقي على الارجنتين. السعوديه بعيده قوي يا جماعه. الارجنتين، السعوديه دي في تصنيف حاجه و50 او حاجه و60 على العالم تقريبا. الارجنتين دي الثالث على العالم غير بطل كوبا امريكا. الموضوع بعيد قوي بصراحه، ما حدش يتخيله، ما حدش يتصوره. وبسبب فوز السعوديه دوت الارجنتين حتى لو كسبت يعني لو افترضنا ممكن مثلا تصعد تاني مجموعه ولا حاجه، الارجنتين ممكن تلبس في وش فرنسا في دور 16. تمام. يعني انا من دلوقتي مثلا لما ببص في ترتيب المجموعات، لقيت ان احنا في انجلترا وفرنسا ده ماتش في دور الثمانيه. خدوها مني النهارده اهو. النهارده كام؟ النهارده 24 نوفمبر. النهارده اهو نهايه الجوله الاولى. في ماتشين خلاص يعني بنسبه 70 80% هيحصلوا في دور الثمانيه. البرازيل واسبانيا وانجلترا وفرنسا. واحد من دول هيكمل. في مجموعه هتبقى متشابكه جدا برضو، عشان تبقى بقى المجموعه بتاعت البرتغال واوروجواي وكوريا الجنوبيه والغانا. المجموعه دي متشابكه جدا، الاربعه قريبين من بعض. البرتغال ما قدمتش، كسبت طبعا غانا بس ما قدمتش اللي يلفت النظر. اوروجواي تعادلت مع كوريا الجنوبيه. في كوريا الجنوبيه وغانا. كوريا الجنوبيه وغانا والاوروجواي ماتشات هتبقى قويه. اوروجواي والبرتغال يعني الماتشات كلها، مش المجموعه دي مش محسومه. ولو ان برضو رايي ان البرتغال هتكمل، يعني هتبقى اول مجموعه دي، لان حظها مش شويه، في توفيق معاها شويه. بس ده الاختصار اللي حصل في الجوله الاولى. تمام. لو حد عنده حاجه معينه يقول لي عليها في الكومنتات. وانا طبعا بحب اقرا الحاجات دي. ممكن حاجه مثلا مش واخد بالي منها اشوفها في حاجات انا كتير ما باخدش بالي منها عادي. في ناس بتصحح لي كلام ما انا بقوله. يلا، سلام.